الكوسة بشاميل من الأكلات الخفيفة والسهلة والسريعة اللي لازم تعمليها في وجبة الغداء بتاعك. حقيقي مفيدة لصحة القلب والجسم عامة. مهما تاكلي منها بتحسي ان انت بتاكلي حاجة خفيفة كده ولذيذة وطعمها حلو قوي. تقدري تاكليها كمان في العشاء اللي هو جعانة بالليل، خدي الباقي منها وكليها. حلوة قوي يا جماعة بشكل مش طبيعي، وجربوها وهتعجب الأولاد قوي. لو مش بيحبوا الكوسة خليهم يجربوها بالطريقة دي وهتعجبهم قوي. تعالوا بقى نبدأ. أول حاجة معانا هنعملها هي اللحمة المفرومة. هنجيب بصلتين كبار هنقطعهم قطع صغيرة بالشكل اللي قدامك ده. وانا هنا هقطع فلفل حامي وبارد، تقدري تستبدلي الحامي يعني تشيليه خالص عشان كمان ما يبانش قوي في الوصف. بس لو هتقطعيه قطعيه قطع صغننه خالص بحيث انه ما يتحسش بيه. بعد ما هقطع الفلفل الحامي والبارد بالشكل اللي قدامك دوت، هنروح بقى نجهز اللحمه المفرومه بتاعتنا. هنجيب صينيه هنحط فيها الماده الدهنيه، هنحط حبه من السمنه، ولما احط السمنه في الصينيه لازم اسيبها تسخن كويس قوي. لو هتحطي اللحمه على طول في السمنه، عشان خاطر اللحمه لو حطيتيها في قلب الماده الدهنيه اللي انت هتحطيها وهي بارده اللحمه هتنزل ميه كتير. انا المره دي استبدلت، حطيت البصل الاول. ممكن تعمليها كده وممكن تعمليها كده، اللي هو تحطي اللحمه الاول او البصل الاول براحتك. هنا انا سخنت السمنه، حطيت عليها البصل، واول ما يبدا يدبل معايا بالشكل اللي قدامك ده هتعملي حفره كده في النص، تقعدي توزعي في النص كده عشان نحط اللحمه تنزل تاخد الصدمه. ولازم النار تبقى عاليه وسخنه كويس قوي عشان اللحمه تاخد الصدمه بسرعه وما تنزلش الميه بتاعتها. هنحط اللحمه بتاعتنا كده بالشكل اللي قدامك ده، واول ما تحط سيبيها ثانيتين 3 وبعد كده قلبيها عشان تكون اتشمعت. بعد ما هنقلبها بالشكل اللي قدامك ده مع البصل كويس قوي، واول ما تغير لون هنزل بقى عليها ببقيه الخضار. طبعا اللي هنزل عليها بالفلفل اللي احنا مقطعينه. عايزه تحطي جزر ماشي، ابشري جزرتين حطيهم. عايزه تحطي طماطميه مفيش مشكله. بعد ما حطيت الفلفل هنزل عليها بالتوابل. انا حطيت بس فلفل اسود وملح، ما حطيتش اي توابل تانية، خليتها سيمبل خالص. هحطها واقلبها واغطيها بقى واسيبها 5 دقايق مع نفسها على نار متوسطة تستوي، وبعد كده هطفي عليها. بعد ما خلصنا اللحمه نروح على طول على البشاميل. لو اول مره تعملي بشاميل اعملي الطريقه دي. هاتي الحله بتاعتك. لو انت هتعملي الكوسه بس، يعني صينيه كوسه بشاميل بس، هاتي الحله حطي فيها 4 معالق من السمنه و4 معالق من الدقيق. هتعملي حاجه جنب الكوسه بشاميل، زودي السمنه وزودي الدقيق عشان البشاميل يكفي. هنحطهم كده على بعض وعلى النار هنقلبهم كويس قوي مع بعض. واول ما تلاقي البشاميل بتاعك او الدقيق لونه افتح وشميتي ريحته كده تعرفي انه خلاص خدت التشميعه الحلوه من النار. هنا بقى تقدري تزوديها ايه، يا تزوديها ميه يا تزوديها لبن يا شوربه، او تعملي ميكس ما بين اللبن والشوربه، اللبن والميه، اللبن بصوا اللي انت عايزاه. هنا انا حطيت عليها لبن، وطبعا لان هي كانت محتاجه سوائل تانية فانا كان عندي شويه شوربه حطيتها عليها. عايزه اقولك يا جماعه البشاميل بالشوربه خطير، لو ما جربتوهاش لازم تجربوها بالشوربه، حلوه قوي كمان، هتبقى قيمه غذائيه عاليه احسن من الميه، فحقيقي خطيره. تقدري برضو تضيفي ميه عادي. هنا حطيت اللبن والشوربه، هقلبهم بقى كويس قوي وافكها. لازم اقلب بسرعه كده عشان يتفك، او وانا بحط سوائل لازم ايدي تبقى فيها وبقلبها كويس قوي. وبعد ما تفك خالص وتبقى كريمي بالشكل اللي قدامك ده هنحط برضو التوابل بتاعتنا. حطيت ملح وفلفل اسود، كمان تقدري تحطي مكعب مرقه بس ما تنسيش ان احنا حطينا شوربه تستغني عن مرقه الدجاج. نقلبها بقى كويس قوي. شايفين القوام؟ يعني وانا بقلب كده شايفين القوام بتاعها حلو قوي، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. المهم خدوا بالكم ان الكوسه من الخضار اللي بينزل ميه وهو بيستوي، يعني البشاميل ما تخففهوش، حاولي تخليه تقيل. هنا دي الصينيه اللي انا عملت فيها اللحمه المفرومه. انا بحب افضي كده اللحمه منها واعمل فيها الخضار بتاعي سواء المكرونه او الكوسه او اي حاجه تاخد من طعمها كده ويبقى طعمها لذيذ. جبت الكوسه وغسلتها كويس قوي بالمقوار كده، كحتيها بالراحه عشان تعمل اولا الشكل اللي قدامك ده، ثانيا عشان بعد ما تعمليها بالشكل اللي هو تكحتيها بالمقوار حطيها شويه في الميه عشان تتاكدي ان كل التراب اللي جواها خرج. بعد كده هنقطعها بالشكل ده. تقدري تقسميها نصين وتحطيها براحتك، تقدري تشيلي القلب من النص كده وتحشيها لحمه برضو براحتك. انا حبيت المره دي ان انا اعملها بالشكل ده. قطعت الكوسيه الكبيره على 3 قطع والصغيره على قطعتين. انتي بتقطعي الكوسه خدي بالك ان القطع كلها تبقى قد بعض عشان ما فيش حاجه تستوي قبل التانية وتلاقي حاجه استوت قوي والتانية لسه فيها تك. قطعنا كل الكميه بالشكل اللي قدامك ده قد بعض. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا ونبدا نرص الطبقات.
جبت الصينيه حطيت فيها طبقه من البشاميل في تحت في قعر الصينيه عشان الطبقه اللي نحطها من الكوسه تشرب بشاميل من تحت. هنحط كده واحط الكوسه، وكمان عشان الكوسه ما تلزقش في الصينيه هنبدا نرص الكوسايه بتاعتي باي شكل بقى انت عايزاه، بالشكل اللي قدامك ده. نحاول نحط في كل حته، ما نسيبش حته فاضيه عشان لما نحط لحمه وبشاميل. بعد ما حطيتها كده رشيت طبقه بسيطه من البشاميل، وهنبدا نحط اللحمه المفرومه بس كده، حاجه بسيطه. وبعد كده نحط اللحمه المفرومه بقى ونوزعها بشكل متساوي في جميع الاطراف. خدي بالك ان كده كده اللحمه المفرومه بتنزل وسط الكوسه، يعني ما تقلقيش. وهحط برضو طبقه من البشاميل اللي هو هنغرقها بقى بشاميل بالشكل اللي قدامك ده. دوست عليها بالمعلقه عشان تثبت في قلب الصوص والطبقه اللي تحت. حقيقي يا جماعه بجد لازم تجربوا الوصفه دي، لان الكوسه بشاميل من الحاجات الخفيفه جدا واللذيذه اللي لازم تجربوها. وانت بتاكليها اصلا هتحس ان معدتك مرتاحه ومش تعبانه منها خالص ومش تقيله خالص. حطينا بقى بقيه كميه الكوسه بتاعتي، وهنزل بالبشاميل. بقيه البشاميل اللي بقى هغرقها. السوا بقى براحتك، عايزه تغطيها وتحطيها على البوتاجاز من فوق على درجه حراره متوسطه، يعني العين يبقى متوسط كده عشان ما تلسعش معانا، ماشي. تدخليها الفرن كده وتسيبيها لمده نص ساعه، ساعه الا ربع، براحتك خالص. شوفي انت بترتاحي على انهي تسويه، فوق ولا تحت. بس اتاكدي ان انت تغطيها كويس عشان خاطر البخار يسوي الطبقات كلها مع بعض، ما تلاقيش اللي تحت استوت واللي فوق لسه. وبعد ما تخلصيها بقى حطيها تحت الشوايه تاخد اللون التمام براحتك. عايزه تحطي لها شويه جبنه موتزاريلا براحتك، انا ما كنتش حاطه. لو وصلتي لحد هنا اوعي 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 تاكلي الكوسه بشاميل وانت مطلعاها من النار، حرفيا هتتلسعي لسعه محترمه كانك اتلسعتي من النار. الكوسه بشاميل من الاكلات اللي لازم تسيبيها تبرد قبل ما تدوقيها، اوعي تدوقيها وهي خارجه من النار عشان ما تتلسعيش. ولو وصلتي لحد هنا اوعي تنسي تشتركي في القناه وتعملي لي لايك وكومنت عشان تدعميني، واكتبي لي عايزه مني وصفات ايه الفترة الجاية. واستنوني عشان في شوية افكار لللانش بوكس للمدرسة للاولاد هتعجبكم وتبهركم، حلوة قوي ولذيذة واقتصادية، وتعمليها في البيت بكل اريحية. يلا بينا نتقابل في وصفة جديدة ان شاء الله. متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. باي باي.